مساء الفل. كلمتين كده على يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر. يوسف أسامة نبيه استبعدوه خلاص من الماتشات عشان مضى البيراميدز، ولسه بيشوفوا سيف جعفر. طيب، انت كمجلس إدارة العزبة اللي عندنا دول، اللي هم عايزين يسلموا نادي خربان أكتر ما هو خربان، عشان يبان إن شخص هو اللي كان بينقذ الزمالك، وهو اللي مشغل الزمالك، وهو خيره على الزمالك. انتوا ناس ما عندكوش ضمير، ولا المجلس مش مجلس اداره بقى، ولا الجمعيه العموميه، ولا الجماهير. يعني انتوا بتديروها بحته شمال، و انا مش عارف اقول عليكم ايه الصراحه يعني. عندك اتنين لعيبه عليهم مطمع، جدد لهم. بغض النظر المدير الفني مقتنع بيهم مش مقتنع بيهم، جدد. انت اخر السنه عندك ده شمال للفرقه، دخلهم في اي صفقات تبادليه بقى، دخلهم اعارات، دخلهم بيع، دخلهم اي حاجه اكسب بيهم اي فلوس. الاتنين لعيبه ببلاش قاعدين عندك ببلاش، جدد لهم باي مبلغ، وبعد كده خلصهم في الصيف لاي حد. لكن طبعا مجلس الهزازي رؤوس ما بيعملوش حاجه عشان يسيبوا النادي خربان اكتر ما هو خربان. ده النص الاولاني من الموضوع يعني. النص التاني، الاتنين لعيبه دول ولا دوليه، ما شفتهمش في منتخبات اولمبيه ولا منتخبات شباب. فان هم عايزين مثلا يتنكوا في اسعار او في مبالغ، ده حقهم بقى، يروحوا يتنكوا في اي حته بره يعني. لكن كواحد مثلا زي سيف جعفر، الراجل قاعد ومستني، ويوسف اسامه نبيه هو اللي استعجل وهو اللي مضى البيراميدز خلاص يشوف سكته. هو مش باقي على على النادي في حاجه يعني، لا ده بيدور على مصلحته من بدري شويه، وعايز يأمن يعني دنيته بدري شويه. سيف جعفر لسه قاعد مستني. فمجلس العزبة لو عايزين يعملوا حاجة يعني يجددوا له، وبعد كده يشوفوا بعد كده في الانتقالات الصيف يعني ايه اللي هيحصل. ده كده بالنسبة للموضوعين بتوع يوسف أسامة وسيف جعفر. بالنسبة بقى للكابتن فاروق جعفر اللي طالع عمال بينتقد أوسيريو، حضرتك دلوقتي انت دربت تقريبا من 15 ل 20 سنة، ما خدتش فيهم بطولة كمدير فني. فحضرتك عارف ان لما اي مدير فني يتقيم او عايز تنتقده، اديله ادواته وبعد كده قيمه او انتقده. انت ولا مديله لعيبة، ولا مديله استقرار اداري، ولا مديله اي حاجة، وعمال تنتقده وتقول ان هو مدرسته لا تناسب الزمالك وامكانياته ما تناسبش الزمالك، والكلام اللي عمال يتقال ده كله. يعني الناس تهدى عليه شويه الراجل دوت. الموسم الجاي يجيب اللعيبه اللي هو عايزها، يبتدي يطبق الفكر بناء على اللعيبه اللي هو هيجيبها. مش لابس هو شويه لعيبه كده بتجيب اجوان في نفسها وخربانه خالص يعني، وتقيم بعد كده الراجل. فيا ريت بس نهدى على الراجل شويه ونبتدي نقيمه من الموسم الجاي باذن الله، لما يجيب شويه لعيبه ينفذوا او مش ينفذوا يعني، بيعرفوا يلعبوا كوره يعني، غير اللي عندنا مش عارفين يبصوا بسطين يعني. فنهدى على الراجل شويه ان شاء الله، ونقيمه السنه الجايه او الموسم الجاي باذن الله. شكرا.